بسم الله الرحمن الرحيم. أبطال 2024 الثانوية العامة الفيزياء، أهلا بكم. معايا النهاردة القدرة الكهربية، دي من ضمن المواضيع اللي بتتعب الطلبة شوية في طريقة حل المسائل بتاعتها. تعالى هنستنتج بمنتهى السرعة والشرح البسيط إزاي نعرف يعني إيه قدرة وإزاي نستخدمها. فكلمة باور تعني، أو القدرة الكهربية هي فيزيائيا تعني معدل شغل. يعني باور يعني إيه؟ تقول لي معدل شغل. وكلمة معدل في الفيزياء تعني إن كمية فيزيائية مقسمة على الزمن. معدل يعني معدل مسافة، يعني مسافة على زمن. معدل سرعة على زمن، سرعة على زمن اللي هي العجلة. طب معدل القدرة الشغل هو القدرة الكهربية. يبقى معدل الشغل يساوي عبارة عن ايه بقى؟ قلنا يعني الشغل بتاعك اللي انت بتبذله خلال الزمن قد ايه. يبقى ده تعريف بسيط جدا للقدرة الكهربية. معدل الشغل بتاعك تقسيم الزمن تساوي. لو شلت الشغل طبعا عرفناه ان هو عبارة عن في ضرب كيو من تعريف فرق الجهد، وقسمناها على الزمن. كيو على تي هي الاي، تبقى في ضرب ار. ممكن نلعب بقى في القانون الفي والاي ده، مرة نعوض عن الفي من قانون اوم، ومرة نعوض عن الاي من قانون اوم. يعني اقدر اقول ان البي دبليو كمان بتساوي الفي هي مين؟ هي الاي في الار. يعني اي في ار في ار تساوي مين؟ اي تربيع في ار. يبقى دي قانون كمان للباور. هل باور تاني ممكن تساوي؟ اشيل الاي واحط مثلا في على ار، تبقى الفي ضرب في تقسيم الار، يعني تساوي في تربيع على ار. يبقى انا كده واخد 3 اشكال لقانون او. ادي شكل، وادي شكل، وادي شكل. الاشكال دي اللي هتهمنا. طبعا في شكل تاني اللي هو من التعريف بتاعها ده مش بيدخل معايا في الحل كتير. يبقى انا عندي 3 اشكال اهي. لو انا خدت كمان وحدة القياس بتاعت كل واحد فيهم، ابص الاقي دي مثلا هي عبارة عن ايه؟ امبير تربيع في او. طب وديت فولت تربيع على او. طب وديت لو انا استنتجت وحدة القياس بتاعتها امبير في فولت، او فولت في امبير. ال3 وحدات دول كلهم كده مع بعض يكافئوا لي وحدة تانية اسمها الوات بالعربي اهي، الوات. يبقى انا كده اقدر اعرف الوات اللي هو القدرة الكهربية لجهاز بيستهلك بيكون فرق الجهد بتاعه 1 امبير 1 فولت، وبيمرر تيار فيه، او بيستهلك تيار مقداره 1 امبير. نحل مسألة بقى على طول. من المسألة اللي جاية دي إن شاء الله تحل لي مشاكل كتير بالنسبة للناس اللي هي إيه، بتتعقد موضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي 4 مصابيح أهم. بطارية فرق الجهد بتاعها في وهو مديني المصباح ده رقم 1، مصباح 2، مصباح 3، وده مصباح 4. وفر لي في المسألة ديت معلومة مهمة جدا. قال لك إن R1 بتساوي 36 أوم، وقال لي إن كل الباور أو القدرة الكهربية بتاعة المصابيح متساوية. الباور 1 يساوي باور 2 يساوي باور 3 يساوي باور 4. فإيه المطلوب؟ طبعا هو أكيد يعني عايز كل الارات. R1 تساوي كام؟ طبعا R2 تساوي كام؟ هو مدينا R1 بالفعل. وعاوز R2 بتساوي كام؟ وR3 بتساوي كام؟ وعايز كمان بالمرة هات لي كمان ال VB بيساوي كام؟ تعال ناخد المسألة ونفكر فيها مع بعض. مسألة قدامنا هي الشكل ده. الحل، نفكر في مسألة زي كده ازاي؟ طبعا اتجاه التيار بتاعنا زي ما انت شايف كده، تمام كده؟ اتجاه التيار بتاعي بالشكل ده،
وواضح ان الفرع ده والفرع ده توازي مع بعض، يعني هما الاثنين هيشتغلوا على نفس الجهد. تمام. وكمان تيار اي 2 هو اي 3، يعني معطياتي كده اي 2 يساوي اي 3. تمام. الله، طب ما هي الباور 2 بتساوي باور 3. تمام. طب باور 2 عبارة عن مين؟ باور 2 هي اي في يعني اي 2 في 2، اي 2 في 2. وباور 3 هي اي 3 في 3. لكن انا عندي اي 2 هي اي 3. الله، معنى كده ان في 2 تساوي في 3، لان انا هضطر اشطب اي 2 مع اي 3 لانهم متساويين. يبقى انا استنتجت ان في 3 وفي 2 متساويين. ادي اول حاجه. معنى كده كمان ان لما في 2 بتساوي في 3، معنى كده ان هما بيساوي نص في 1. ما هو في 2 وفي 3 قد في 1، وهما الاثنين متساويين، يبقى هما اكيد قد نص في 1. يبقى معنى كده بقى نروح نجيب الباور بتاعت 1. الباور بتاعت 1 بتساوي كام؟ باور 1 بتساوي في 1 تربيع على مين؟ على ار 1 اللي بتساوي في 1 تربيع على 36، لان هو موفر لي معلومه ان ار 1 ب 36 اوم وكل القدرات متساويه. يبقى انا كده جبت باور 1. طب ما هو باور 1 بيساوي باور 2. اذا لما باور 1 يساوي باور 2، يعني اقدر اقول له ان في 1 تربيع على 36 تساوي في 2 تربيع على ار 2 اللي انا معرفهاش. لكن بالفعل انا اكتشفت ان في 2 هي نص في 1، يعني في 2 بنص في 1، يعني اشيلها واحط نص في 1 الكل تربيع على ار 2. يبقى انا وصلت لمين بقى؟ وصلت ان في 1 تربيع على ال 36 تساوي النص تربيع بربع، يعني معنى كده انزل الاربعه تحت تبقى 4 ار 2. هي مين؟ هي في 1 تربيع. شلنا الفي 1 تربيع مع الفي 1 تربيع، اذا الاربعه ار 2 بتساوي 36، ومنها ان ار 2 هتساوي 36 على الاربعه ب 9 اوم. يبقى ار 2 بكام؟ ب 9 اوم. طيب يا صاحبي، انت خدت ان في 1، بما ان انت عندك في 1 او في 2 يساوي في 3، عندك في 2 هو نفسه في 3، وعندك ايضا اي 2 هو نفسه اي 3. الله، طب ما هو كده تبقى ار 2 تساوي ار 3. يبقى كل الارات برضو متساويه. معنى كده ان الفرع اللي فوق ده فيه كام بقى؟ فيه 18 اوم، يعني دي 9 اوم ودي 9 اوم ودي 36 اوم. كده المساله بقت اكثر وضوحا اهي. كل ديت بتساوي كام؟ بتساوي 9 اوم. معنى كده يا ابطال ان التيار بتاعي اللي هيدخل لي هنا هيتوزع لي بنسبه. نسبه كام التيار في الفرعين بقى؟ الحته دي برضو مهمه. انا ماشي بتيار اي معرفوش، بس هيتوزع هنا 36 وهنا 18، يعني هيتوزع بنسبه ال 18 الى ال 36. ال 18 فيها الواحد واثنين. معنى كده ان التيار هيتوزع على 3 اجزاء، منهم فرع ياخد جزء واحد وفرع ياخد جزئين. يعني الفرع اللي هياخد الجزء الواحد هو الفرع الاكبر في المقاومه، اللي مقاومته كبيره. يعني فوق هيشتغل لي على تلت الاي، وهنا هيشتغل على تلتين الاي، الفرع اللي تحت. يبقى انا كده برضو استنتجت معلومه مهمه، ان الفرعين كل واحد فيهم هياخد كام من الاي الكبيره.
تعالى بقى نشتغل على المصباح رقم 4. نشوف بقى المصباح رقم 4 هنستنتج له المقاومة ازاي ونشوف هنعمل فيها ايه. نروح للمصباح رقم 4. مصباح 4 الباور 4. والله دي هتساوي الفي بتاعت الأربعة في الأي الكلية. الفي بتاعت الأربعة في الأي الكلية، أو بتساوي، ممكن نقولها بطريقة تانية ندخل الآر أحسن، بتساوي الأي الكلية بس متربعة في مين؟ في الآر الأربعة. طب ما هي دهيت؟ بما إن آي الكلية تربيع بتساوي في الآر، طبعا في آر 4 دهيت بتساوي مثلا آي 1 التيار اللي داخل في الفرع الأولاني اللي هو آي 1 ده أهو اللي بتاع المصباح الأولاني تربيع في 36. تمام كده معايا؟ طب يا ترى إيه علاقة آي الكلي بآي 1؟ ما أنا قلت لك إن آي 1 هو تلتين الآي الكلي. يعني عايز تقول إيه؟ عايز أقول لك إن آي تربيع في آر 4 بيساوي آي 1 تربيع. طب ما هو آي 1 قلنا بيساوي 2 على 3 ما تنساش تربع مضروبة في 36. يلا بينا، تبقى آي تربيع كلي في آر 4 بيساوي الأربعة على 9 في آي تربيع ضرب 36. راح الآي تربيع مع الآي تربيع أصبحت لك إن آر 4 بتساوي آدي الأربعة و36 على 9 فيها الأربعة تاني تديك 16 أوم. يبقى أنا كده استنتجت جميع المقاومات بتاعتي. واحدة 36 تبقى دي كام كده عندي؟ دهيت 16 أوم. دي 16 أوم. يبقى كل المقاومات بتاعتي اتعملت كده بالمظبوط. أقدر أجيب آر الكلية، أكيد هحتاجها يعني. آر الكلية أنت عندك ال 36 وال 18. يعني انت لو جبت الار الايكوال بتاعت ال 36 وال 18 هتقول له 36 في 18 على 36 زائد 18. ال 36 46 و8 دول تقريبا ب 54. 6 و8 14 يبقى دي ب 54. تعالى نقسم ونختصر مع بعض. ديت على التسعة فيها الأربعة، ودي على التسعة فيها الستة، على الستة فيها الواحد، على الستة فيها التلاتة، 4 في 3 ب 12 أوم. يبقى أنا معايا المقاومة الكلية ب 12 أوم. طب أنت معاك المقاومة الكلية ب 12 أوم، ممتاز. يا ترى نقدر نجيب بقى، طبعا هو مديني عايز الفي باتري تساوي كام؟ طبعا عشان اجيب الفي باتري تساوي كام وانا ما عنديش تيار وما عنديش غير معلومه واحده هي الار وما عنديش كمان فرق جهد، يبقى انا مش هعرف اشتغل غير بالقدره. اجيب القدره الكليه. يلا نجيب القدره الكليه توتال بقى اللي بتساوي كام. عندك القدره بتاعت المصباح الواحد هو مديها لي في معلومه تانية رقم ج، مديني قدره المصباح الواحد ب 4 واط. يعني الباور بتساوي 4 واط. الباور الواحد اللي بتساوي 2 بتساوي 3. معنى كده ان الباور الكليه، طبعا دي معلومه لسه جديده في المساله، الباور الكليه هتساوي عدد المصابيح بتاعك في قدره المصباح الواحد. طب عدد المصابيح بتاعتك كام كلها؟ 4 في 4 هتديك 16 واط. يبقى انا كده معايا قدره المصابيح الكليه ب 16 واط. طب يا اخي الفاضل، المصابيح الكليه او القدره الكليه في الدايره مش بتساوي الفي ضرب اي؟ تمام. يعني ممكن اجيب فرق الجهد مباشر اهو، وكمان هجيب التيار الكلي كمان. يعني او بتساوي في تربيع على الار ايكوال، واحنا الحمد لله جبنا الار ايكوال ب 12. تمام كده. طيب الفي تربيع على ار ايكوال، نشوف كده. دي بدأت ب 16 خلاص، اللي بتساوي الفي تربيع اللي انا ما اعرفهاش، الفي تربيع اهي على الار ايكوال ب 12.
اضرب بقى، تبقى اذا الفي تربيع هتساوي ال 12 ضرب 16. ارجو مراجعة البيانات لو نقدر نشوفها مرة تانية، ساعتها نستنتج ان في باتري، طبعا دي في بطارية، كل دي في بطارية، بتساوي كام؟ الجذر ال 12 في 16 زي ما تطلع. تمام. هنراجع بس مع بعض ديت تاني معلش. ال 36 على 9 فال 4 على 9 فال 6 على 6 فال 1 على 6 فال 3، يبقى فعلا الار ايكوال ب 12 على كلامنا، يبقى احنا ماشيين مظبوط. طبعا انا مش بحب اشتغل بدماغي او بستنتج بدماغي، مش بحب اشتغل بالاله الحاسبه، وارجو انك انت برضو تكون كده. يبقى في 16 تطلع زي ما تطلع بقى، الجذر 12 في 16 تطلع كام؟ بالفولت. طبعا لو حبيت استنتج كمان في حته صغيره هنا كده، حبيت استنتج شدة التيار، اقول برضو القدرة عندي بتساوي 16 اللي بتساوي الاي تربيع في ار ايكوال، يعني في 12، يبقى الاي تربيع هتساوي 16 على ال 12، يعني الاي لوحدها هتساوي جذر مين؟ ال 16 على ال 12. ودي زي ما تطلع يطلع لك بالامبير. ودي مساله انا من وجهه نظري شايفها انها شامله كل الايه، كل القدره بكل قوانينها وطريقه توزيع التيار، وكمان الار ايكوال بعرف اجيبها. يبقى انا مستخدم حاجات كتير جدا في شرح المساله. وبالتوفيق لكم ان شاء الله، ونتقابل على خير.